اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا اصل هنا محدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى يا بيه، انا خدامك يا ابني هنا مفيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ استاذ رمضان. بس يا باشا مش قرب له، ده طلع معرفه. ماشي بس اديك هو خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعد استراح يا ولد. هو ده بشبيش. ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل ايه يا شاه ميمون؟ حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعت تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره. مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده يا رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا، وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا كده. سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي من مكتب سيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير. والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجاة. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلبلط قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. اصل هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه ستتجدد. حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقة ايه؟ هو احنا اللي هنحدد نزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاته علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه. وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه.
قصده ايه؟ الفلوس معايا وانا سرقت الفلوس، شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي ابن حرامي، الفلوس معايا وانا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل ب5 و5 ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبش الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها، اعمل معروف. يا رمضان انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش، يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرامي او انت انا يعني اكذوبه؟ يلا بينا نشيل الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعادة البيه انا حرام